السلام عليكم. موضوع اليوم موضوع مهم اللي خلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي يتكلموا عليه، هو ديال عبد الله المعروف مول الحوت في مراكش. وقبل ما نبداو ما تبخلوش عليا بتعليق والبارطاج باش تعم الفائده. عبد الله هو واحد الولد اشتهر بالبيع ديالو ديال الحوت باسعار طيحه، حيت كان كيبيع السرديل ب5 دراهم للكيلو. وهذه المبادره اللي دار لقات ترحيب بواسع من عند المواطنين، خاصة في ظل هذه الأسعار اللي كنعرفوها طالعة في الأسواق المغربية. وهذه الأسعار اللي كان كيبيع بهم عبد الله خلى المراكشين كلهم كيتقداو من عنده من جميع المقاطعات المراكشية. وحاجة أخرى، أي واحد من برا مراكش كيجي باش يشوف غير هاد المسألة واش حقيقة ولا لا. وهاد الضجة خلات السلطات المحلية إغلاق المحل ديالو بشكل مؤقت بعد الزيارة ديال لجنة مختلطة للمراقبة اللي سجلات المخالفات اللي كتتعلق بعدم عرض الأسعار ديال البيع، ظروف التخزين، التبريد، مستوى النظافة. وهذا القرار خلى واحد الجدل واسع بين المواطنين، حيث اعتبروا بأن هذه المبادرة كانت كتصب في المصلحة ديالهم، بينما ناس اخرين شافوا بأنه خصو يلتزم بالمعايير الصحية والقانونية في بيع الأسماك. ومن بعد القرار ديال إغلاق المحل مؤقتا، أكد في تصريح عبد الله أنه كيسامح في حقه وما يقدرش يعارض القرارات ديال المسؤولين، معبرا عن الاحترام ديالو التام للسلطات والالتزاماته بالقانون القوانين المعمول بها. هاد الضجة خلات بين مؤيد ومعارض، وحنا كنعرفوا المؤيد هو المواطن من طبيعة الحال، لأنه كيمشي يتقدى الحوت بواحد الثمن ناقص ومزيان. ومن جهة أخرى الوسطاء ما يمكنش يقبلوا بهذه القضية، لأن كنعرفوا كيخرج بالثمن وعاد الوسيط وكيوصل للمواطن بواحد الثمن. وخلى نقاش واسع على دور الوسطاء في ارتفاع أسعار الأسماك والأهمية ديال توفير المنتجات الغذائية بأسعار معقولة والتزام المعايير الصحية. هذه القضية ديال عبد الله مول الحوت في مراكش فجرات موضوع قوي، حيت فيها بعد اجتماعي واقتصادي وسياسي، ويقدر الواحد يناقشها من عدة زوايا. والناس تقبلوه بحال بطل شعبي، حيت كيكسر الأسعار المرتفعة ديال السردين. ولكن كلنا شفنا التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي مع عبد الله مول الحوت، وشفنا التفاعل ديال المراكشيين معاه اللي كل شيء بقى فيهم عبد الله وتضامنوا معاه وجاو عنده واخا المحل تسد ليه. تخليطه ب5 دراهم، تخليطه الحوت في مراكش ب5 دراهم. هذا 5 دراهم، 5 دراهم في مراكش، 5 دراهم، 5 دراهم. سير ارى الاخر 5 دراهم، 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 5 دراهم. زيد حامل الصندوق، ما تنجيب الصندوق ولا جوج، كونتي تيلا محدود. ها هي 100 ريال غتجيبها لعبد الله، غنعطيك هذا، غتجيبها نعطيك هذا، غتجيبها نعطيك هذا. الناس انا الحقيقه والله اي واحد كان بيبيع الحوت 100 ريال انا نتعاون معاه. هذا الشيء خلى الناس كتشك في مصداقية الأثمنة ديال المواد الغذائية أخرى، وخلى كل شيء يتكلم على عبد الله ولا الموضوع ديالو ويتعاطف معاه. ملي بدا يبيع وكيدير كينزل الاشهارات في مواقع التواصل الاجتماعي حتى سدوا لي المحل. وما كاينش اللي ما تاثرش بهذه الواقعه ديال عبد الله المراكشي مول الحوت ب5 دراهم وما مشاش معاه في الطرح ديالو، خصوصا ان اليوم كنعرفوا غلاء فاحش في جميع المواد الغذائيه. حنا مقبلين على شهر رمضان الكريم اللي كنعرفوا مزيان الانسان كيصرف فيه بزاف وتيتشهى بزاف وتتكون الطبله محطوطه على حقه وطريقه. كاينين بعض الناس يجيو تجيب الحوت فابور، انا الا ما بعت الحوت غادي نبيع كلينيكس باش نكون راجل ونأجي راسي. انا ما راجلش، امال الحوت انا ارتاحوا عاود الدرب كي جا واحد الراجل. هذا الموضوع ديال عبد الله كيبين بان الشباب المغربي باغي يخدم وقادر يعطي، حيت ملي كنشوفوا عبد الله عنده سن صغير وينوض مع 4 ديال الصباح باش يمشي يتقدى في سوق الجمله ويرجع للمحل
ويبدا يبيع في الحوت، وملي يسالي الخدمه يمشي يرتاح، وكيبان انه ولد زوين ونقي. واللي عجبني فيه بزاف الروح الوطنيه ديالو، ملي قال كنمتثل القوانين والمساطير الاداريه ديال الدوله ديالنا، ماشي خرج وقال اننا هذا منكر وبدا كيسب في الدوله ولا لا. الروح الوطنيه ثم الروح الوطنيه، وديما مغرب حنا كنقولوا دائما الله الوطن الملك. وحاجه اخرى اللي مهمه وهو التصريح ديال الوليد ديال عبد الله، اللي حتى هو قال انه كيمتثل القرارات ديال اللجنه، وقال بانه غادي يصلح داكشي اللي دوا عليه، وقال حنا مع القانون والشروط اللي قالوا ليه. وهنا كيبين بان هذاك العريش جاي من ذاك الشجره، وبان الاب ديال عبد الله من خلال التصريح ديالو، من خلال الخرجه الاعلاميه ديالو، بين بانه واحد السيد تا هو مربي وتا هو تعرف يتكلم. وقال حاجه مهمه انه تا هو بحار وتعرف الحوت. واليوم الاخوان كنتمناو من الله عز وجل يدار حل في هذا الموضوع، لان الطبقه المتضرره هي اللي خرجت كتكلم عليه وكتسول على الخلل فين كاين. وحنا عارفين بان الوقت غلات، والله يحسن العوال لاي واحد عنده وليدات اللي خصو يعطيهم الاحتياجات ديالهم، يكسيهم ويصبطهم ويخرجهم وما يخلي ما يدير عليهم. كنتمنى الاخوان من اعماق قلبي يرجع لعبد الله للمحل ديالو ويخدم كيف ما كان، حيث هو ولد مربي ووطني، خصوصا وطني، وباه تا هو راه حنا شناه كيفاش داير. والله يعاونهم، والله يسهل على كل واحد في هذه البلاد، وبلادنا محتاجه لهاد الشباب باش يشدوا المشعل. الله يدير شي تاويل. وهنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. الله الوطن الملك، ولا غالب الا الله، وديما مغرب.